اهلا فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم، واهلا وسهلا بكل واحد منكم في عنده مشكله معينه بحب نساعده على حلها. اهلا وسهلا فيه، بيقدر يتصل ويشرفنا على هالاستوديو. القصه راح نشوفها الان قصه زوجين فيها خيانه، راح نتعرف عليها، بس بالاول بدنا نرحب بصاحب المبادره مجدي. اهلا مجدي. اهلا وسهلا بمجدي. اهلا وسهلا. مجدي كان متزوج، عنده ولدين، عندك ماجد ومحمد. ايوه. شو اعمارهم ما شاء الله؟ 7 سنين و 7 سنين و6 سنين و6 سنين. ما شاء الله عليهم، الله يخليهم ويعيشهم ويكبرهم. الله يخليك. مجدي شو بتشتغل حضرتك؟ انا عندي شركه صغيره كده لاستيراد وتصدير. استيراد وتصدير؟ هنا في مصر؟ موجوده في مصر. موجوده في مصر. ماشي الحال؟ الشغل ماشي؟ يعني كويس ماشي لحد ما. انت متعوب، مش عايش كويس بقالك فتره. بقالي سنتين. بقالي سنتين. خلينا نخبر المشاهدين الحكايه. مجدي شاب متزوج مثل ما سمعنا، عنده ولدين وعايش بهناء وبراحة، بيشتغل، عنده زوجة سيدة محترمة في المنزل، متعاونين سوا، عم بيربوا الأولاد. زوجته اسمها دينا. حب وعشق وغرام. دينا جابت مربي للأطفال، شغلتها عندها في البيت عشان تدير بالها من الأولاد. بقى الست كانت تشتغل وتقوم بواجبها كما يجب، ودينا مرتاحة، بالها مرتاح، تخرج تدخل تروح تجي، إلى أن ذات يوم راحت على الشغل السيدة دينا زوجة الأخ مجدي، ثم عادت وفجأة دخلت إلى المنزل، وجدت الأستاذ مجدي في سريره، عفوا يعني، مع المربية. طار عقلها، مش متوقع هالشيء، تخانقوا، تشاجروا، ضربته بالمنفضة، نحن بنسميها بالطفاية. وين صابتك بالطفاية؟ دماغي. جرح، نزل دم. المهم انه هلا عم نضحك، بس القصة جدية جدا. هذا الحادث سبب بانفصال الزوجين، بخراب المنزل. مجدي يعني الآن مش عم يشوف أولاده، ضائع بلا الأولاد، وحس إنه حياته انهارت. طبعا برر لها لدينا قبل وقال لها إنه أنا ماليش دعوة، هي الست دخلت علي بالغرفة وغررت بيه. مجدي لو أنا قاضي حكمت عليك. لا، في خيانة، يعني خيانة واضحة. خيانة لم تقع. خيانة لم تقع. كيف لم تقع؟ يعني أنا كنت في بغرفتي، لكن أنا ما عملتش حاجة. حد فتح الباب ودخل وأنا نايم. خلاص أنا طيب الست لما رجعت مدام دينا شافتك، كيف شافتك؟ لا، ما شافتنيش بوضع. لا لا لا، لما كنتش، هي شافتها في الأوضة جنب يعني موجودة، لكن ما شافتش وضع تاني. مجدي قصة كبيرة. هلا أنا أشكرك إنك جيت، والحقيقة هي أكثر من شكر، يعني بقدرك على هذه المبادرة، وإن شاء الله ننجح إنه نقدر نقنع السيدة دينا إنه ترجع. هل تابعت أخبارها أنت بالفترة هذه بالسنتين؟ أكيد طبعا، أكيد. حاولت إنك ترجعها؟ حاولت تصالحها؟ أكيد طبعا، أكثر من مرة. الأولاد عم تشوفهم؟ شفتهم كذا مرة، يعني عن طريق الأهل. عن طريق الأهل. طيب يا سيدي، نحن سلمنا الرسالة، بعتنا الساعي البريد أو ساعية البريد عشان يسلموا الرسالة لدينا. خلينا نشوف إذا دينا وافقت على المجيء. اطلع بالشاشة. أهلا جورج، النهاردة مشوارنا في فيصل عشان نسلم دعوة الحضور لدينا نشأت.
الخير. صباح النور. استاذه دينا نشأت. ايوه. حضرتك عندك 35 سنه. ايوه يا فندم. وعندك ولدين. ايوه. حضرتك اخصائيه علاج طبيعي تقريبا، صح؟ ايوه. طيب دي دعوه لحضور برنامج جورج كرداحي. اوكي، قبلت الدعوه؟ قبلت الدعوه. سهلا. اهلا مدام دينا. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ترددتي ليه؟ وقفتي؟ كنت عايزه تروحي؟ يعني فوجئت لما شفت حضرتك. شكرا. حصل لنا الشرف. ان شاء الله مفاجاه ساره. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني تفاجأتي للخير ولا للخير طبعا. للخير. حد يشوف حضرتك وما يتفاجئش بالخير. تسلمي ست دينا. لا شكلك ست لطيفه جدا، وانا شفت لما سلموكي الدعوه وكيف قبلتيها هيك بسرور وبمحبه. اهلا وسهلا. كفايه اني اقابل حضرتك. تسلمي. اولادك شو عندك اولاد؟ عندي ماجد وعندي محمود. محمود. اها. محمود ما شاء الله صغير. ايوه، عن 6 سنين و7 سنين. نعم الله يخلي لك اياهم. هم معاكي يعني؟ معايا. اها. وزوجك بيعمل ايه؟ زوجك شو بيشتغل؟ هو في الاستيراد والتصدير، رجل اعمال. رجل اعمال. رجل اعمال. سعيد انه اشوفك معي، بس بدك الصراحه هالبرنامج انا وسيط فيه، يعني مش انا اللي بوجه الدعوه مباشره، انا بكون وسيط بوصل لك رساله او لغيرك كمان. انما الموضوع بيكون مختلف، في حد شخص ثاني هو باعت الرساله، باعت الجواب. خلينا نشوف. أوكي. أنا محرج بهالحالة، أنا محرج. ما عنديش أي كومنت. بهذه الحالة أنا محرج، ومن الآن بدي أقول لك إنه أنا متعاطف معك. قبل ما أبدأ، الأخ مجدي زوجك، مش عارف إذا السابق بس لسه ما طلقته بعد، بس مجدي ارتكب جرم كبير بنظرك، بنظر المجتمع، بنظر الجمهور هلا اللي قاعد معي، ويمكن الجمهور اللي عم يشوفه على الشاشه. طبعا هو بينكر انه القصص صارت بهذا الوضوح، انما مجدي اب حنون، مجدي زوج محب، في علاقه طويله بينكم بعض، وعندكم ولدين ما شاء الله، ماجد ومحمود بدهم يكبروا. مجدي له 2 سنين يبدو تعبان، مش مرتاح، مش عايش. انا حكيت معاه قبل مطولا، يعني كلامه مؤثر، انا شفته انه جدي بكلامه، وبيعرف انه ارتكب خطيئة، بس جاي لهون عشان تسامحيه. هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. هذا برنامج مش مسابقات، هذا برنامج بيكسب فيه الإنسان، بيكسب فيه الآخر. المسامح كريم. مجدي قبل ما تحكي أنت وياه بعت لك رسالة معي، بدي أقرأ لك إياها إذا ما عندك مانع. خليني نقعد جنبك. أوكي تفضل. بيقول لك: زوجتي الحبيبة دينا، أقول لك زوجتي لأنك لا زلت زوجتي ولن أتخلى عنك أبدا. حبيبتي، لأني لم أحب غيرك ولن أحب غيرك. أعرف جيدا أنك مجروحة في كرامتك، لكنني والله العظيم بريء، كما أنك تتحملين جزءا من الخطأ، لأنك أنت من أدخلت هذه الشيطانة إلى منزلنا. حبيبتي دينا، فاتت علينا أيام صعبة وكنا متمسكين فيها بعضنا ببعض. راعيتك في مرضك، فكيف أخونك في غيابك؟ يا دينا، أولادنا أهم من أي خلاف، ولا أريد أن يتربى أبناؤنا بين أب وأم منفصلين. أريد أن أضمكم جميعا، وأن نعيش معا جميعا، وأن نسافر كما تعودنا،
إلى الإسكندرية لنستعيد أجمل ذكرياتنا. أريدك يا دينا أن تفكري في المستقبل بدلا من الماضي، وأن تغفري لي أي شيء، وتقدري أنني جئت أطلب منك الصفح والسماح أمام العالم كله، ولا أريد أن أعود إلى البيت لوحدي، بل معك أنت وأبنائي بعد أن تسامحيني، والمسامح كريم. للاسف مش هينفع يا استاذ جورج، صعب. دينا أنت معك حق، قلت لك أنا من الأول أنا متعاطف معك ومؤيد موقفك، وفي يعني إذا المسألة خيانة، في خيانة لا تغتفر، بس هو ما بيعترفش بده. هلا بنشوف، لأنه خلينا نشوف شوي، لأنه ليكي إذا ممكن ننقذ هذه العائلة، إذا ممكن، إذا في مجال رح نحاول قد ما فينا، أنا وكل هالجمهور اللي حولي رح نحاول إنه ننقذ هذه العائلة في سبيل مستقبل الطفلين، مستقبلك ومستقبله هو كمان. دينا بدي بس الفت لك نظرك لي لملاحظة. اتفضل. أنا كلمته قبل وكانوا الناس كلهم عم بيتسمعوا، والجمهور طبعا عبر الشاشات عم بيتسمعوا عليه، يعني الرجل ضحى بسمعته. هلا هو ما كانش مين عارف مجدي وانه والله خان زوجته او ما خان، هلا اجى على التلفزيون وملايين الناس حيشوفوه، وهو حالة شعره على فكرة حيشوفوا راسه المحلوط، ويعني حط حاله بموضع في شوية ذل، يعني عشان يجي يقول لك يا دينا أنا أخطأت، تعالي ننقذ الموقف ولازم نرجع لبعض. هلا أنا حكيت اللي بدي أحكيه، هلا في كلام آخر بحكيه بعدين، بس بدي إياكي تسمعي لمجدي شوي إذا ما عندك مانع. انا ما عنديش مانع عشان خاطرك، بس انا سمعت كتير ومش مقتنعه، انا عمري ما هصدق عينيا خلينا نحاول محاولة أخيرة، إلا إذا أنت مش عايز تيبقى. لا للاسف، يعني انا اسفه ان انا اقول لك المحاوله دي فاشله. من هلا فاشله؟ أيوة. من الان فاشله؟ فشلتيني من الاول؟ لا انا ما فشلتكش، بس هو الموضوع انا عم بحاول، طيب عم بحاول انقذ عائله. طيب ما انت عندك يعني الاطفال دول بدك اياهم يربوا من دون اب؟ كرامتي فوق اي حد. خلينا نسمعه بالاول، بعدين في ليكي احيانا كثير في نساء كثير بالعالم ورجال بيضحوا مش بكرامتهم عشان اوكي انا ضحي عشان خاطر ولادي، لو مشكله بسيطه، لكن بالنسبه للمشكله دي صعبه. طيب يا ستي، طيب يا ستي اسمعي، بعدين فلسف لك الموضوع، انا خليني اسمعه بالاول. مجدي زي ما اتفقنا توجه كلامك مباشره، طلع بالشاشه. دينا انا اسف، ويا ريت نبدا من اول وجديد وننسى اللي فات، وبعدين صدقيني انا كنت مظلوم والله، وعشان خاطر العيال، وبعدين في 10 7 سنين، وبعدين ما تهدمهاش عشان خاطر غلطه واحده، حتى اذا كانت هي مقتنعه ان هي حقيقيه. ده اللي انا عاوز اقوله لها، يعني لازم تفتكر اي حاجه حلوه بينا وبين بعض. يا ريت تسامحني يعني. بس تسامحك هيك؟ دينا انت هو بيقول انه ما صار شيء بينه وبين البنت. صعب ان انا اصدق يعني. خلينا نعرف الحكايه مزبوط. انت دخلتي على الباب، شو شفتي؟ هي المفروض كانت تنزل معايا اساسا للعياده بتاعتي، فقالت ابني تعبان. نعم. فشفقة بيها انا سبتها. نعم. قلت لها طب اوكي خليكي في البيت، هو كان المفروض ابنك انت تعبان؟ ابنها هي. ابنها هي؟ وابنها وين موجود معاكم في البيت؟ انا شغلتها سنه عشان خاطر ابنها. طفل عنده 3 سنين. من هيك صعبانه عليكي؟ طيب قالت لك الولد تعبان؟ الولد تعبان وسخن شويه، قلت لها خلاص خليكي، ومجدي بيقوم الساعه 12 الظهر، انا محضره له الفطار على السفره، هو يقوم يفطر وينزل. انا رحت شغلي، المفروض ان انا نزلت خلاص رايحه شغلي، جيت ادور العربيه، واخد بالك نسيت نضاره الشمس فوق، مفيش 10 دقايق يعني، طلعت اجيبها لقيت باب اوضه النوم مغلق. بالمفتاح؟ المفتاح من جوه. من جوه. دورت عليها في الشقه عشان ما صحوش، قلت ممكن هو قفل على نفسه، ما لقيتهاش خالص، ولقيت ابنها نايم في الاوضه بتاعتها، ما لقيتهاش في الشقه كلها. خبطت على الباب حوالي 3 دقايق قبل ما فتحه. تبرر ده بايه؟ مجدي انت ما قلتش حاجه كده، ما قلت لي هيك. انا كنت نايم
مين سكر الباب؟ مين سكر الباب بالمفتاح؟ شو جاي لهون؟ نحن قلت لك ما تسود لي وجهي مع مدام دينا يعني. حدا قفل الباب هي بالمفتاح. اللي قفلته، هي دخلت لقيتني انا نايم. وقفلته. هي التانية باين عشان- لما حست ان هي طالعه قفلت الباب. حست انه هي طالعه. يعني ده انه حست انه الاكيد مدام يعني، ده دينا اللي طالعه انا قفلت الباب هي من انا ما جوا. حققتش، بس ده المتوقع يعني عشان انا كنت نايم. اسمع، انت جاي تطلب منها الصفح وجاي تفتح صفحه جديده معاها. صفحه جديده معاها بدها تكون مبنيه على الصدق. يا بتكون صادق بروايتك الان، صادق بكلامك بوعودك إلها بالمستقبل. انا ما بقبلش يعني يصير في صلحه كده، البنت أساساً قالت كلام غير مش ده مزح خالص. في مستقبل. انا جبت البنت. نعم. جبت ناس جابوا لي البنت. لما جبتها وهددتها ان انا هحبسها، قالت لي ان هو وعدها انه هيعمل لها شقه زي دي وهيجيب لها عربيه وهيتجوزها عليا وهيطلقني. انت سيبك من كلامها، بعدين حتحكي اي شيء يعني، رح تحكي لك اي كلام. عارفه هلا هو في شيء ذات نفسه كذا مره قال لي مشيها، وانا قلت له حرام، دي تفضل. مرميه في الشارع ملهاش ده اهل. بيشفع فيه، ده بيشفع فيه. يعني لو قال لك مشيها، لو بتمسك فيها ما بيقول لك تمشيها. كمان ما بدك تفكري، انت معك حق، ولا اي ست في العالم تقبل الوضع اللي حصل، وخاصة من بنت اشفقتي عليها ودخلتيها بيتك، اساءت الاماني، ومن زوج ايضا كان ضعيف. هلا المهم ده من الماضي صار. الرجل حزنان وتعبان وهو قال لي ضايع بلاكم، وعايز انه يرجع العيله ويلم العيله. طبعا اذا بده يصالح وبدك تصالحيه بده يعمل وعد قدامي مقطوع انه خلاص يعني بقاش في مزح، ما فيش مزح. بدك تفكري بهذا الواقع، بهذا الوضع. الانسان بيغضب، تنجرح كرامته، بس مستقبل اولاده بضل اهم. بيضحي احيانا من شان اولاده. لو انا احكي لك قتلت شي كلمه شخص- انت يا ابو الهول، تفضل. هي عارفه انا تعبت قد ايه عشان احاول ان انا احل المشكله ديت، وبعدين هي لغايه وقتنا هذا مقتنعه ان انا كنت في حاجه بينهم وبين، هي مش عاوزه تشيل الموضوع من دماغها. انا بقالي سنتين يعني مش النهارده، وجاي النهارده برضو بحاول اقول لها سامحيني. دينا، هل سبق شكيتي فيه شي مره قبل المساله لا، دي، لا، قبل لا، القصه لا. دي؟ هل عمل شي مثلا خلاكي تشكي لا، مع مجدي على طول بيضحك وبيهرج، ودي طبيعته. وأنا مع عارفاها. اصدقائكم، مع صديقاتكم، مع كذا؟ هل شكيتي وكل شي؟ بيحبه. بص احنا نقول لينا ولا علينا. كل بيحبه، واهلي طيب، بيحبوه. واهلك بيحبوه. طيب بس انه ما حسيتي، ما لمستي لا، انه لا. انه هو بتاع ستات، بتاع كذا يعني لا، خالص. بيروح بيزوغ شويه؟ لا ما حسيت خالص. يعني. طيب غلطه زلمه. طيب شو بنعمل؟ بندمر البيت، بندمر الاولاد، بكره بيطلعوا الاولاد. طيب وانت مبسوطه سعيده هيك؟ لو انت قتلت واحد واعتذرت له، ده هيحييه تاني؟ لا، بس القتل ده قتل وده قتل برضه. يا شيخة. الإنسان ضعيف. النفس أمارة بالسوء. إنسان ضعيف والله يعني. إحنا بشر. هلا نحن بشر، برافو عليكي، نحن بشر. ما نقدرش نغفر. لا يعني ممكن لازم نسامح، بس ما نقدرش نغفر. الله بيسامح، ربنا بس ونحن- اللي يغفر. ونحن بيغفر طبعا، بس الإنسان يسامح، والمسامح كريم. وانا مش قادره اسامحه. والله أكرم. أنت بدك تفكري قبل ما تجاوبيني. أنا حسيبك تفكري شوي، يعني خدي لي كم ثانية فكري فيها. احكي بهالوقت أنت فيك تحكي، لأنه أنا تركها أعطيها 5 ثواني تفكر. انا سايبها بقالي سنتين بتفكر. يا ريت كفايه كده بقى بجد يعني. هي لو بتفكر في الاولاد هتنسى الموضوع ده. وبعدين كفايه ان انا جيت لك لغايه هنا يعني. بجد مش هقدر، وولادي مش هتنازل عنهم، وهو عارف كده كويس قوي، ولو هتوصل المحاكم مش هتنازل عنهم. بس وارجو ان هو يطلق. هو اللي مش عم يطلق، كذا مره يوعدني ويروح عند المأذون ويسيبني ويمشي. لأنه مش عايز يطلق، بحبك الرجل. ارجو لو لسه عنده
ذره من الرجوله، انا اسفه، طلقني. خلاص اخذي قرارك، ولا ممكن يعني ولا بأي حال صعب ابدا؟ خالص، مش هتفتحي الستار ده؟ مش هتسامحي؟ استحاله. انا عملت شقتي الخاصه بيا دلوقتي ومش عايزه منه حاجه. خلاص طلعتيه من حياتك من سنتين. من سنتين طلع، سنتين ومش شهر على فكره. ومش عايزه ترجعيه بقى خلاص، ولا ممكن؟ استحاله. انا زعلان لانه فشلت اني ارجع العائله لبعضها، بس الايام قدامكم، يعني في وقت، مش ضروري تتصالحوا باستوديو، ممكن تتصالحوا خارج استوديو. صعب. دايما فكروا بالاولاد. مجدي اخر كلمه بدك تقولها؟ اقول لها حاولي تسامحيني وتنسي. جاوبي. لا. لا. مجدي انا اول شيء اودع دينا، شكرا جزيلا، يعني كنت بتمنى انه تنتهي بشكل ايجابي هلا طبعا، بس وقدرك على راسي، بس صعب. تسلمي على كل حال. شكرا على مجيئك حبيبتي. تفضلي. مجدي، شوف هيدا شيء عاطفي بينك وبينها، يعني ما فيني انا اعبر عنها، هي عبرت عن كل شيء عندها، ما فيني كمان اعبر عنك، انت عندك، بس انا بدي اتشكرك لانك جيت، لانك شجاع، لانك حاولت، وهيدي يعني هالقصة ستبقى امام اولادك لما يكبروا اذا ما رجعتوا لبعض، انك حاولت، وعندهم اثبات انك حاولت امام ملايين الناس. بشكرك على ثقتك، الله يوفقك. الله يخليك. شكرا. والله عملت اللي علي، مثل بكل قصة بحاول المستحيل، بس في مواقف الواحد ما بيقدر يخترقها، وفي أفكار مسبقة بتبقى مثل ما اجت السيدة دينا، عندها أفكار مسبقة وعندها قرار ثابت أنه لن تعود إلى زوجها. نبقى مع المسامح كريم وننتقل إلى إن شاء الله قصة وقصص جديدة. شكرا.